السلام عليكم. الناس اللي مش عارفة القناة بتتكلم عن ايه، بتتكلم عن مساعدة المحتاجين على قد ما بقدر، وعلى قد استطاعتي، وعلى قد السعي اللي بسعاه. المهم، دي الصور دي من كواليس الشغل بتاعي. اللي في حالات كتير قوي قوي بنزل اعمل لها بحث الاول. فالمهم بعد ما بعمل البحث وبعد ما بتاكد من الحاله، في حالات كتير طبعا ما برضاش اكمل معاه، لان ببقى شايفه ان الزوج يقدر يشتغل وما بيرضاش. الست تقدر تعمل اكتر من كده، بس هي حابه ان هي تفضل تسال الله بس. في ناس كتير تقدر تسعى وهي لا مستغله من كل الاتجاهات. في ناس بتبقى مش عايزه تشقى، مش عايزه تتعب. انا معاكم، ما عنديش مشكله، هساعد وكل حاجه، بس يلا ايدي على ايدك، مش هنفضل دايما مادين ايدينا للغير، او ببقى عارفه ان هم ليهم بيبان كتير كتير. يعني حصل معايا حاجات كتير قوي. فانا بحب الايد المجتهده بصراحه، بحب الحالات اللي معايا يلا ايدك في ايدي ويلا نعمل. وحتى لو انت عندك بيبان تانية ياما، بس يلا بينا مع بعض، وبنقسم الرزق على كده. انا بقى دايما بعمل الاولى فالاولى، الاصعب فالاصعب. فيجي صحابي في كلمه سر، هم دول صحابي بصراحه معايا في الفريق. فدايما متفقين لما بروح اعمل بحث على حاله، والاقي الحاله فيها شك، او سبحانك يا رب ربنا نور لي بصيرتي، اقول لهم الله المستعان، الله المستعان، يبقى انا مش داخله البيت ده تاني. فدايما ليه يا هبه كده؟ فاقول لهم طب يلا بينا نسال في مكان تاني، يعني نسال على الحاله دي. وفعلا بيطلع كلامي صح. فدايما بفضل الله وكرمه، دي امانه بوصلها بما يرضي الله للي يستحق وللاصعب. جزاكم الله خير.